بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجزائر الحبيبة تستضيف بطولة لكرة القدم، أعتقد كأس أفريقيا للمحليين أو ما أدري إيش، مو بعرفه والله يعني إيش الهدف من هذه البطولة. عموما في الافتتاح مجموعة من الجماهير للأسف وبصوت عالي أطلقت شتائم لأهلنا في المغرب، بلدنا المغرب الحبيبة. وللأسف صارت ضجة وصار في اعتراض، وكثير من الناس اعترضوا على هذه الهتافات. صراحة هتافات لا تمت يعني ما لها أي علاقة بالأخلاق، ما لها أي علاقة. الناس اللي قاموا بهذه الهتافات ناس مأجورين، أنا أقول لكم مأجورين ومدفوعين بهدف زرع الفتنة ما بين أهلنا في المغرب وأهلنا في الجزائر. وأنا عملت بحث عن هذه الحادثة، فلقيت استنكار شديد من أهل الجزائر. أهل الجزائر الشرفاء، الشعب الجزائري الشريف يستنكر وبشدة هذه الحادثة. وحاب أن أوجه رسالة لأهلنا في المغرب، ترى هذول مجموعة عبارة عن كلاب مستأجرة صراحة، يعني يزعلون يضربون راسهم في الحيط. عبارة عن كلاب مستأجرة راحوا بهدف إثارة الفتن ما بين الشعبين الجزائري الحبيب والمغربي الحبيب. ويكفي أن هناك ناس كثير من الجزائريين اطلعوا واستنكروا هذه الحادثة. وأنا أقول لكم هذه فئة قليلة ادخلت، وطبعا اللي يشوف الفيديو ويفكر أن كل الجماهير، لا والله، فئة بسيطة يمكن 20 30 40 شخص تجمعوا وأطلقوا هذه الهتافات اللي للأسف فيها شتايم لأهلنا في المغرب. وأنا حاب أوجه رسالة، حاب أن أنا أوجه رسالة. مين اللي راح يستفيد من إثارة هذه النعرات؟ مين اللي راح يستفيد من زيادة الفرقة ما بين الشعبين؟ الشعب الجزائري والشعب المغربي بينهم نسب، بينهم أخوة، بينهم دم، بينهم أخوة في الإسلام. ياما مغربي متزوج جزائرية، وياما جزائري متزوج مغربية، وبينهم نسب وأبناء خالة وأبناء عمومة. مين اللي راح يستفيد من هذه الفرقة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي أنا بسأل سؤال يعني أنتم ما تشوفون الأمة إيش قاعد يحدث فيها؟ ماذا يحدث في الأمة؟ الأمة ضعيفة، ما في موقع ولا في بلد إلا في فتن بينهم. من اللي راح يستفيد لو الآن قامت حرب بين المغرب والجزائر؟ غير الفرنسيين وغير الصهاينة وغير الأوروبيين، غير الإسبان وغير أعدائنا أعداء الأمة. اتقوا الله يا أخي، اتقوا الله. إلى متى؟ إلى متى يا أخي؟ ما تستعون على دمكم يا أخي. هذول الناس اللي يزرعون الفتن إلى متى؟ أنا أسألكم سؤال، مين المستفيد؟ تبيع دينك وتبيع وطنك عشان حفنة من الدولارات، ولا حفنة من طز في الدولارات وطز في اليورو؟ ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ إلى متى بعض الإعلاميين الأنجاس، وأقول البعض من الإعلاميين، ما عنده شغل إلا بس يشتم في الجزائريين، ويطلع واحد ما عنده شغل اللي يشتم في المغاربة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ناس كلاب مستأجرة، والله يعطوكم بالجزمة، بيعطوكم اليورو والدولارات بالجزمة على رؤوسكم. عيب يا أخي، عيب، اتقي الله. كيف راح تلاقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وانت فلوسك كلها من الحرام؟ الله يسألك عن فلوسك يوم القيامة، تقول أنا خدت فلوس عشان والله أزرع الفتن ما بين الإخوان المغرب والجزائر. إلى متى هذه القطيعة بين الدولتين؟ 25 سنة قطيعة ومشاكل وإغلاق حدود، طيارات ممنوع تطير، سيارات. يا أخي إيش اللي قاعد يحدث بينكم؟ إلى متى يا أخي؟ إلى متى الحكومتين هذول، حكومة المغرب والجزائر، ما تقعد على طاولة وتتفاهم وتحل المشاكل؟ حلوا المشاكل بالحوار، حلو الكلام اللي احنا سمعناه في المدرجات. والله عيب، والله عيب عيب عيب، حشومة عليهم هذول اللي طلعوا وتكلموا هذا الكلام. الآن أنا واحد يسألني يعني أنت إيش علاقتك؟ لا يا أخي، هذول إخواني وهذول أهلي. أنا ما أرضى هذه أمة، إحنا مسلمين من المغرب إلى أندونيسيا، مسلمين، ديننا واحد يا أخي، نبينا واحد محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا الله سبحانه وتعالى، كتابنا واحد القرآن الكريم. إلى متى يا أخي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا عموما قبل ما أختم، يعني الحمد لله أوجه رسالة لأهلنا في المغرب. والله أهلكم في الجزائر يحبونكم. وأنا أقول لكم، أنا في قطر وأنا شفت هالكلام وأنا عملت حلقات. الأخوة لما استضافت دولة قطر كأس العرب،
نهاية 2021 العام، يعني تقريبا من سنة وشهرين، شفنا كيف أن الجزائري يشجع المغربي، وكيف أن المغربي يشجع الجزائري في الملاعب ومع بعض وأعلامهم مع بعض. ما شفنا صراعات، ما شفنا إلا إذا بعض البهايم، بعض الحمير من الإعلاميين الأنجاس اللي قاعدين يزرعون ويزودون في الفتن. نعم أخواني الكرام. والآن حتى الآن كأس العالم التي حصلت عندنا من شهر ونصف في قطر، شفنا كيف أهلنا الجزائريين في سوق واقف وفي المدرجات يشجعون أهلهم المغاربة. هذا احنا شفنا كيف الأخوة بين المغاربة والجزائريين. فأرجوكم أهل المغرب، يعني الحادثة هذه أنا أعتقد كلكم تعرفون أنها فئة قليلة ومرتزقة، والله شروهم بالمال لجل يزيدون الفتن بينكم. من مستفيد؟ يعني أنا أسألكم بالله، من مستفيد غير والله الصهاينة يضحكون علينا، والله الفرنسيين والإسبان والأوروبيين يضحكون علينا ويشوفون المسخرة اللي قاعد تحدث. والله يعني أنا إيش أتكلم ولا إيش أقول؟ تعبنا وإحنا نتكلم. إلى متى الحكومتين ما يجلسون؟ يا أخي طز في الحكومتين. إلى متى الشعوب ما تقرر مصيرها؟ إلى متى الشعب المغربي والشعب الجزائري يا أخي يجلسوا؟ حددوا مصيركم يا أخي، حلوا مشاكلكم يا أخي، حلوا. لابد أن الشعب يقرر. إلى متى الحدود مغلقة؟ إلى متى؟ أنا أقول لكم إحنا في الحصار في قطر، أنتم تفكرون يعني هذا الحصار كان موضوع هين وبسيط؟ أنا إنسان مواطن محروم أن أنا أقابل ابن عمي في السعودية، ولا محروم؟ هذا الشيء يا أخي يقطع القلب يا أخي. أهلنا في الجزائر والمغرب اصحوا يا أخي، اصحوا. إلى متى هذه الفرقة؟ والله العالم يضحك علينا. فأرجوكم لا تنجرفون وراء القيل والقال، لا تنجرفون. أنا أقول لكم وكذا مرة أنا أتكلم، تعليقات واضح أنهم ناس يعني عبارة عن كلاب مستأجرة. تعليق باين هذا التعليق يريد يزرع الفتن. يعني أنا أعمل حلقة يجي واحد بس ما عنده شغل اللي بس يشتم في المغاربة، أعمل حلقة ما عنده شغل بس واحد اللي يشتم في الجزائريين. واضح أن هذول صهاينة ومتصهينين يريدون زرع الفتن بينكم يا مسلمين. اصحوا، اتقوا الله يا أخي، اتقوا الله يا أخي. مو بعد إذا مش عشانكم، عشان أبنائكم، عشان الأجيال القادمة يا أخي، عشان الأجيال القادمة تربو في عز وفي سلام وفي وئام. بالعكس الآن الأجيال هذا الابن اللي يطلع من بطن أمه العم قاعد يطلع ويشوف الفرقة، كل واحد يكره أخوه المسلم. هذا شيء طيب، يعني حلو أن الأخ المسلم يكره أخوه المسلم. فاتقوا الله أرجوكم من قلبي. والله تكلمنا كثير ولا زلنا نتكلم، وبإذن الله راح نتكلم، لكن نريد حل. لابد أن الفرقة، لابد يا أخي الحكومات تجلس مع بعض، لابد أن يتدخل أهل الخير، الوسطاء يتدخلون وتجلسون على طاولة المفاوضات وتحلون يا أخي عندكم قضايا عالقة، حلوها يا أخي، حلوها، وكل واحد يحترم نفسه يا أخي. نحل القضايا وكل واحد يحترم نفسه وما يتدخل في شؤون الآخر. لكن لا تفرقون بين الشعوب، لا تفرقون بين الناس، لا تفرقون بين الأهالي. حسبي الله ونعم الوكيل. فرسالة قبل ما أختم، أهلنا في المغرب حاب أن أنا أطمنكم أن ما حصل، فئة قليلة لا تمثل الشعب الجزائري الأصيل اللي أنا أعرفه. الشعب الجزائري أصيل ويحب الإسلام ويحب الناس ويحب أهله. مستحيل هذه التفاهات تصدر من ناس أصيلين يحبون الإسلام ويحبون الدين. فأتمنى الموضوع هذا ينسى ويطوى، ونفتح صفحة جديدة بكل حب ووئام وسلام، وترجع يا رب بإذن الله سبحانه وتعالى ترجع العلاقات بين الدولتين. أتمنى رسالتكم وصلت.